يعيش الدولي المغربي حكيم زياش حالة من الترقب بعد نهاية تجربته القصيرة مع نادي الدحيل القطري، حيث لم يتوصل حتى الآن بأي عرض رسمي للانتقال، رغم ما يتم تداوله إعلاميا حول مستقبله الكروي. وفي هذا السياق راجت أخبار تربط زياش بإمكانية اللعب لنادي الوداد الرياضي، غير أن مصادر مطلعة أكدت لموقع المغرب سبورت أن الأمر لا يتجاوز مجرد اقتراح شفهي تقدم به أحد اللاعبين المغاربة الدوليين السابقين إلى هشام أيتمنى رئيس نادي الوداد للتوسط في استقدام زياش، خاصة مع اقتراب كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية التي سيشارك فيها الوداد. المصادر نفسها أوضحت أن الوداد الرياضي سبق له أن فتح باب المفاوضات مع الدولي المغربي حكيم زياش خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث عرض عليه مبلغا ماليا مهما مقابل اللعب مع الفريق لنصف موسم فقط، حيث وصل المبلغ ل 250 مليون سنتيم شهريا، لكن اللاعب رفض العرض المغربي مفضلا التوقيع للدحيل القطري الذي قدم عرضا ماليا يفوق بكثير ما عرضه الفريق الأحمر. ولم يتوصل الجناح الدولي المغربي حكيم زياش بأي عرض رسمي حتى الآن، فإن فرضية التحاقه بالوداد تبقى مجرد فكرة غير مدروسة رسميا، ولا وجود لأي اتصالات مباشرة بين الطرفين في الوقت الحالي. ومع اقتراب موعد الموندياليتو تتطلع إدارة الوداد لتقوية صفوفها بلاعبين دوليين، لكن الواقع المالي والرياضي لا يزال يشكل عائقا أمام التعاقد مع أسماء من حجم زياش. وفي ملف آخر يتعلق بالدولي المغربي سفيان بوفال، تشير المعلومات إلى أن اللاعب أعطى موافقته المبدئية للعب في صفوف الوداد، لكن الأمر يبقى رهين موافقة ناديه سان جيلواز البلجيكي على صيغة الإعارة، حيث إن بوفال أبدى تحمسا لفكرة اللعب بالمغرب، خاصة مع فضلا وليس أمرا المرجو الاشتراك في القناة.